هعمل لكم حبايبي اللسان بطريقه حلوه جديده، بطريقه هتعجبكم قوي. مش هحمره طبعا بالطريقه العاديه ولا اعمله طاجن، اعمله كده بتتبيله حلوه هتعجبكم قوي. بس طبعا هسلقه الاول. هنا طبعا بغسله حلو قوي بالفرشه وبسيبه شويه في ملح وجنزبيل وليمون، وبعد كده بسلقه زي ما بسلق اللحمه. وطبعا لازم اقشره كده وهو سخن، لازم طبعا اقشره وهو سخن عشان طبعا لو شلته الجلد مش هيطلع يدوخنا. فبشيله واحده واحده كده طبعا هو سخن جدا، بس لازم اشيله وهو سخن. طبعا هو سخن كده بحاول اشيل الجلد وبشيل اي زيادات مش عايزاها. اي زيادات بقى مش عايزاها بشيلها. وبعد كده اقطعه بميل كده. هنا حبايبي بقى لو في جلده زياده مش كده بنحاول نشيلها بالسكينه اللي انا بنضفه خالص. واعمل له تتبيله حلوه جدا هتعجبكم قوي، هتنسيكي بيها القلي كده والقديم يعني. بصوا حبايبي هنا اقطعه بميل شويه وما بقطعوش ولا تخين قوي ولا رفيع قوي، يعني يبقى الحته كده برضو محمله شويه. اقطعه برضو كله واوريهولكم. يعني بقطعها كده الحته ماسكه نفسها كده حلوه، اتخن ما بنقطعه البانيه شويه. بس يا حبايبي هنا خلاص قطعناه. طبعا هرصه بس عقبال ما اعمل التتبيله بتاعته. اعمل بقى تتبيله تعجبكم قوي. طبعا برضو عقلي عادي بس التتبيله بقى مختلفه شويه. طبعا هنا بعد ما قطعته، بصوا يا حبايبي بقى التتبيله بصله كده حلوه ومعاه قرن فلفل حامي وفلفل اسود وسبع بهارات وجوز الطيب. دي البهارات اللي انا هحطها اللي هو جوز الطيب وسبع بهارات. طبعا الفلفل الاسود ده اساسي. وبحط معلقه دبس رمان ومعلقه خل وليمونه. معلقه خل كده كبيره وليمونه وحته تومه كده حلوه. يبقى انا حطيت سبع بهارات وجوز الطيب وفلفل اسود. دي البهارات اللي انا حطيتها، ومعلقه دبس رمان ومعلقه خل وحته تومه طبعا حلوه و... وليمون. بس البهارات اللي انا حطيتها. هنا بقى بجيب حتتين كده زبده حلوين مع معلقتين 3 زيت. واللي عايز طبعا يقلي بزيت بس يقلي. انا بحب يبقى فيها طعم الزبده اكتر. بقليه. يعني اللي عايز يقلي بالزيت لوحده يقلي. التتبيله حبايبي اللي انا عاملاها دي هتخليه في حته تانية خالص. يعني هتنسي بقى الطريقه القديمه يعني. طبعا كلنا كنا بنقلب الفلفل الاسود والملح في حبه زيت كده. لا الطريقه دي هتعجبكم جدا، طريقه حلوه. التتبيله نفسها جميله. انا طبعا بحمره. بفضل كده اقلبه على الجنبين. بعد كده ما احمره خالص هشيله. بس انا عايزه اللون ده. بصوا يا حبايبي هنا بقى الخلطه اللي انا عاملاها. بصوا الطشه دي نفسها قلبت المكان يعني بالريحه.
ومش هحمر البصل، انا يا دوبك بس تقليبه كده صغيره، وبعد كده احط ايه اللسان كله مع بعضه. الريحه دي نفسها خليته في حته تانية خالص. الطعم بقى والبهارات اللي انا حطاها، وطبعا كنت سايباها شويه عقبال ما قليته، فطعمه تحفه. يعني جربوا بقى الطريقه دي هتعجبكم جدا. طبعا بقى ما حطيتوش برده في طاجن، كله كده من فوق، يا دوبك بس كده انا ايه بشممه كله النار عشان كله يبقى ايه طايله من الزبده، وبحطه بقى على طول يا دوبك تقليبه واشيله، لان طبعا عايزه البصله زي ما هي. طعم بقى وريحه ما اقولكوش بقى يعني بألف هنا وشفا. جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا. وطبعا برضو ما حطيناش حاجات كتير، كلها حاجات في البيت. بس حبيبي البصله زي ما هي، انا مش هحمرها، انا بس بديله تقليبه عشان كله يشم من البهارات اللي انا حطاها كلها، تبقى الطعم واحد. بقلبها كده بس تقلبتين وبطفي عليها، وبعد كده بقدمها. طبعا جميله جدا، تتاكل كده بالعيش. التتبيله خليته فعلا في حته تانية، هتعجبكم قوي وطري جدا. جربوا الطريقه دي، طريقه جديده وحلوه، وبألف هنا وشفا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.